بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في الفيديو الاخير كنت اتكلمت عدم السماح للصهاينة بالهروب من الكيان الصهيوني. لا يطلعوا لا لمصر ولا لسوريا ولا لبنان. طبعا انا نسيت اصلا الاردن كمان. طبعا الاردن مش هتعمل حاجة. الحقيقة انا لما اتكلمت في الموضوع دوت، رغم انه في اول يوم في الضرب الامريكي الصهيوني على ايران، آه، الحقيقة انا ما كنتش متخيل ابدا ان دوت الاستراتيجية الرهيبة اللي عملتها ايران، ولا كنت اتخيل ان هي ممكن تمتلك اسلحة بهذا الشكل. انا مجرد انسان عادي، انا ما اعرفش. لكن صراحة انا لما قلت كده قلت بناء على ان الضربة ديت كان سترد عليها ايران بسلاح نووي تأكيدا. طبعا احنا عارفين ان روسيا داعمة لإيران. أنا أعتقد إنها تمتلك سلاح نووي أو رؤوس نووية 3 4 5، ما أقدرش أحدد، لكن أعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا حتى قبل تصنيعها هي نفسها للسلاح النووي. وبالتالي هيكون سلاح نووي مش محدود. يعني في حالة ضرب إيران لأي سلاح نووي هيكون مدمر بشكل بشع جدا جدا جدا. آه، عشان كده انا استغربت. انا في الاول انا لما قلت كده انا استغربت جدا، هي ليه ايران ما استخدمتش السلاح النووي؟ مع ان الواضح جدا ان هي خلاص هتتدمر. يعني خلاص فانا قلت خلاص، يعني هي هتتدمر فهتضرب. فبالتالي هيبقى قدام الصهاينه هي حاجه واحده، يهربوا على اي دوله مجاوره او هيموتوا. يعني خلاص هي ملهاش حل، يعني هيبقى دمار شامل. عشان كده انا حذرت الجيش المصري بالاستعداد لحاجه زي كده. اي اتربه نوويه او غبار نووي بيسموه ايه انا ما اعرفش، بالحذر. يعني يبقى في استعدادات ايه اللي ممكن. حتى المفروض كمان الجيش المصري يحذرنا احنا لو حصل حاجه زي كده، يقول للمصريين احنا نعمله ايه، المفروض نعمل ايه في الحاجات دي او في الحالات دي. المفروض يوزع علينا حاجه اقنعه ولا اي حاجه من دي، ولا يعني حاجات زي كده. يعني المفروض ان يبقى في حاجات زي كده جيشنا المصري يقول لنا ويحذرنا من حاجه زي كده، يقول لنا نعمل ايه بالظبط. طيب انا النهارده لا يمكن من النوادر لما اكتب حاجه بايدي ان انا بنسى بسرعه جدا. فانا حطيت اسئله، فانا هحطها ليكم. وعلى فكره هي حرب نفسيه، وانا بستخدم الحرب النفسيه الاسلوب اللي عملوه امريكا والصهاينه على العرب وعلى المسلمين. فانا كمان بستخدم نفس الاسلوب، ورغم ان انا بقول ان هي حرب نفسيه وانا بستخدم الاسلوب الحرب النفسيه، الا ان هيبقى قدامهم وغصب عنهم ان هم يحطوا كلامي اندر كنترول، وبالفعل هياخدوا ان لم يكن كل الكلام اللي انا بقوله صح. وبرضه هتبقى ضغوط نفسية عليهم بشكل كبير جدا. من ضمن الأسئلة ديت ازاي ان من الحرب النفسية كمان استخدمت ايران نفس الاسلوب الحرب النفسية، حتى ان هي بتجبر الكيان وامريكا ان هم يتضربوا وما يقدروش يعملوا حاجة. تمام، تعال نشوف ايه هي الاسئلة دي. واحد، هل تحتاج ايران الى صنع صاروخ نووي؟ اتنين، معلش عشان انا كاتب وانا خطي زفت اصلا. هل روسيا داعم رئيسي لإيران؟ 3، هل تمتلك إيران بعض الرؤوس النووية؟ 4، هل الصواريخ البالستية الإيرانية قادرة على حمل رأس نووي؟ 5، هل بالفعل ستستطيع إيران صنع النووي حتى ولو كانت تمتلك رؤوس نووية؟ 6، ماذا لو ضربت إسرائيل إيران بقنبلة نووية محدودة؟ 7، هل سترد إيران على الكيان بصواريخ نووية محدودة وهي في بداية الصناعة النووية؟ يعني هي أصلا ما عندهاش نووي، فلا صواريخ بشكل أو بآخر هي حصلت عليها رؤوس نووية، فبالتالي هي مش محدودة، يعني مش استراتيجية. فبالتالي الرد الإيراني هيبقى شد ومرعب. 8، هل الصاروخ النووي الإيراني سيكون تأثيره كارثي على الكيان
وعلى الخليج. هل من الممكن 9 بقى، هل من الممكن أن تقوم أمريكا بالتصدي للكيان الصهيوني؟ يعني هل أمريكا ممكن تقف للصهاينة حتى لا يصبح العالم فوضى عارمة وغير صالح للعيش؟ 10. هل أدارت أمريكا وإسرائيل، هل أدارت إيه اللي أنا بقوله ده؟ معلش يا جماعة عشان أنا كاتب وعشان أنا بنسى بسرعة بس، وخطي زفت أساسا. أنا بفكر كويس الحمد لله، بس أنا خطي في الكتابة زفت. 10 المهم، هل أرادت أمريكا وإسرائيل معرفة القدرات الإيرانية والروسية؟ 11. أنا أقصد يعني إن في فخ عشان يعرفوا القدرات اللي عند إيران، وبالتالي يعرفوا جزء منها من اللي عند روسيا. 11. هل كل هذه القدرات ليست حتى 1% من الإمكانيات والاختراعات الروسية؟ يعني حتى لو كان الفخ دوت معمول عشان يعرفوا القدرات أو حجم الأسلحة ديت، يعرفوا إيه القدرات اللي عند روسيا، فهي بالفعل ما تجيش، ده اعتقادي واحتمال كبير يعني، ما تجيش 1%. وده اللي أنا قلته في الفيديوهات اللي فاتت لما قلت عايز أتكلم عن الأسلحة، بس مش وقته. 12. هل الفخ الحقيقي هو فخ روسي لأمريكا؟ يعني إذا كانت أمريكا هي حاطة الفخ، هل هي أصلا اتجابت عشان تتحط في الفخ دوت وبالشكل دوت؟ طبعا في أسئلة كتيرة، فأنا هكتفي بالقدر دوت على ما أفكر في أسئلة تانية. وطبعا زي ما أنا قلت آه أن أنا بستخدم أنا كمان حرب نفسية، ولكن غصب عنهم في أمريكا أو في كيان الصهيوني إن هو هياخدوا كلامي على محمل الجد، وهيدرسوه وهيكتشفوا إنه بنسبة 99% صحيح وخطير، وغصب عنهم هياخدوا بيه، مش بمزاجهم على فكرة. حتى لو ضربت برضو إن كان الصهيوني النووي ووقعوا في الفخ لتاني مرة، إذا كنت أنا حذرت أول مرة ووقعوا في الفخ لتاني مرة، فهيكون الرد النووي الإيراني بشع على الكيان الصهيوني. ولكن للأسف قد يتأثر الخليج كله بتلويث المية بقى والغبار النووي والقرف، الحاجات الغريبة اللي ممكن تحصل من حرب نووية. طبعا هتبقى فوضى عارمة، لأنها ممكن تقلب بعد كده الحرب عالمية إذا كانت هي بداية حرب عالمية أصلا يعني. بس كل ده كله بيستخدم دول معينة يعني. أمريكا وروسيا مستغلين إيران، وده شيء طبيعي جدا. أمريكا بتستغل إسرائيل، وهكذا، لسه ما دخلوش هم بنفسهم. فبالتالي سيصبح العالم فوضى عارمة. وحتى الأسلوب الترامبي اللهبل دوت، فأنا لما قلت اتكلمت عن الفيديوهات بتاعت الحرب النفسية، طلع بعديها ترومبيت دوت لهبل. طبعا هو على قد ما هو اهبل انه هو مستغل او مستخدم من قبل المخابرات الامريكيه بشكل واضح جدا يعني. المهم ان هو طلع وقال ان ما كنتش متخيل ان ايران تصمد بهذا الشكل، طبعا قصاد الحرب النفسيه، كان لسه الحرب ما بدأتش. ولذلك انا في ضحكه صينيه في المسلسلات الصينيه، بحب اتفرج انا على المسلسلات الصينيه صراحه يعني. ففي ضحكه بالاستفزاز، يعني واحد بيعمل حاجات ومستفز بيستفز اللي قدامه، جامدين قوي في الضحكه دي صراحه. لو اعرف اضحكها كنت ضحكتها يعني بصراحه. آه كل اللي سمعوا فيديوهاتي او الفيديو اللي انا قلت للكيان عدم السماح للكيان للموجودين في الكيان الصهيوني بالهرب بقى لا لمصر ولا لسوريا ولا لاي حته، ان ده كان في اول يوم في الحرب. فطبعا في، انا متاكد ان في ناس كتير استهزأت بكلامي دوت، واخدوا كلامي كده كأنه عادي مش على محمل الجد، وفوجئوا بالكارثة اللي حصلت طبعا. وهي كارثة على هذا الكيان الصهيوني وعلى أمريكا. لم يتوقعوا ولم يتخيلوا إن الموضوع كده، كانوا فاكرين إن إيران هتضرب كام صاروخ على إسرائيل والموضوع هينتهي وخلاص. ضرب كده وخلصت وانتهى الموضوع، والترومبيت اللي هيطلع يقول أنا خلاص قضيت على الرئيس خامنئي وخلص الموضوع. طبعا لما اتخيل ان حجم الانتقام كده، وانا حذرت منه، بس كنت انا في مصر بقالي سنين صابر عشان انتقم من اللي اذوا ابويا وامي الله يرحمهم ودمروا حياتي، فما بال شعب بحاله
والأطفال اللي ماتوا وخامنئي وغيرهم. وزي ما قلت برضو إننا كمسلمين، نحن مسلمون. أنا لا أنتمي إلى المسلمين سنة ولا شيعة ولا بتاع، أنا مسلم، لكن أنا كمسلم أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. غيري مسلمين يتبعون التشيع أو أيا كان، فأنا ماليش فيه، إنما اسمنا مسلمون يا جماعة، وأنا حذرت من الموضوع ده. نحن مسلمون، كلنا مسلمون. بس آخر حاجة بقى أنا عايز أقول لأي حد يعني بيقف مع الكيان الصهيوني: واحد مغتصب لأرضك، قتلوا آلاف مؤلفة من إخواتنا في غزة. عارفين يعني إيه آلاف؟ دلوقتي هم بيدوقوا لسه حتى عشر، بس ما يجيش حتى 1% من اللي عملوه في غزة، ومع ذلك بيصوتوا. فيعني اللي بيقف مع الناس دي فهو آخرته وحشة جدا. لازم تعرفوا كلنا إن إحنا كلنا هنموت، مفيش حد هيخلد فيها. أي حد في العالم هيموت، وهنقابل ربنا سبحانه وتعالى. فهتعمل إيه حضرتك لما هتقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ تخيل كده، وانا قلت الموضوع دوت مش عارف ليه ما حدش اخده في الاعتبار. يعني انت متخيل لو النار حرقتك كده سنه، والالام بقى، شوف الالام اللي انت بتعمل اي حاجه عشان تسكن الالم، فما بالك بنار لا تنتهي والام لا تنتهي ولو ثانيه واحده؟ عذاب لا ينتهي. انت متخيل عذاب لا ينتهي تتمنى ان هو يتوقف ولا يتوقف؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ الموضوع صعب جدا جدا. احنا هنموت وهنقابل ربنا سبحانه وتعالى. اسال ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وأن يغفر لي بهذا الشهر الكريم، وإن الناس تدعي لي بالرحمة والمغفرة، وأن يتوفاني ربنا سبحانه وتعالى مسلما ويلحقني بالصالحين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.